فبالصبر يا إخوان واليقين تنال الإمامة في الدين. موسى عليه السلام لما أخبره ربه عز وجل أن عبدا من عباده عنده من العلم ما ليس عنده، أراد أن يذهب إليه وأن يأخذ العلم منه ويتعلم على يديه، وموسى أفضل منه وأفضل. خضر اختلف فيه هل هو نبي أم ولي، وموسى أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فركب البحر مع فتاه وقال لا أبرح، يعني لا أزال مسافرا وساعيا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أو مجمع البحرين هو المكان الذي ذكر له ربه أن هذا العبد الصالح فيه. قال أو أمضي حقبة، والحقب يا إخوان حقب والأحقاب مفرده جمع، مفرده حقب، هو سنين متطاولة، بعضهم يقول 80 سنة وأكثر من 80 سنة. فموسى يقول لا أزال أسير حتى أجد بغيتي وأجد العلم الذي ركبت البحر من أجله، أو أستمر سنين متطاولة إلى نيل مرادي. فلما وصل إليه وانتهى إليه وعرض حاجته عليه، قال له بأسلوب المتأدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ وفيه فائدة جليلة، وهي ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم يا إخواني من الأدب عند تعلمه. فهذا موسى عليه السلام يقول الخضر وهو دونه ودونه بهذا الأسلوب هل أتبعك؟ ثم يجيبه الخضر بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا. دليل على أن الطريق يا إخوان، طريق هذا العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج أيضا إلى أن لا أعصي لك أمرا. يحتاج من الشاب الذي يطلب العلم أن يصبر ويتحمل، وإذا كان يجد في نفسه أنه لا يستطيع أن يصبر فليتصبر. قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. إذا هو تصبر وفعل أسباب الصبر يعينه الله سبحانه وتعالى، ثم تقوى هذه الملكة لديه، ثم يصبر بعد ذلك. المسألة الثانية ولا أعصي لك أمرا، تقول أنا لا أعصيك بل أطيعك. وهذه مسألة أيضا يتأكد على الشباب أن يلتزموها، وهي الطاعة. طاعتهم لمن أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم طاعته، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر وطاعة العلماء وطاعة الوالدين. فإذا الشاب سار على هذا النهج يا إخوان سار على النهج القويم.